السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، مساء النور على أحلى مشاهدين ليا في الدنيا. أنا النهاردة إن شاء الله هعمل لكم حاجة سهلة وسريعة جدا، حاجة حلوة للأطفال. هنعمله إيه؟ جيلات البطيخ. بصوا، أنا كنت مش لسه بقى هنجيب البطيخة وأقطعها قدام منكم، لا أنا جبت بطيخة وقطعتها وخدت البطيخ من جوه ورحت ضرباه في الخلاط ورحت مصفياه وهو ده، ورحت حطاه في الفريزر لحد ما بقى بالمنظر دوت متلج. بعد منها طلعتها بعد 4 ساعات، لقيتها متلجه كده اهي زي ما انتم شايفين. هنقعد عشان هنضربوها دلوقتي بالخلاط. ماشي اهي كده زي ما انتم شايفين كده اهي، بسم الله ما شاء الله. ماشي. طيب ايه بقى يا ما هتحط عليها ايه تاني؟ بصوا يا حبايبي، عشان تطلع جيلاتي حلوه فيها المطه هنعمله. انا جبت كيس لبن بودر زي ما انتم شايفين اهو، وهروح حطاه اهو على اروح حطاه على البطيخ خلاص كده. ماشي. وبعد كده عندي اللي هو كريم شانتيه. خلاص ادي كريم شانتيه اهو زي ما انتم شايفين، ادي اهو هحط منه 3 معالق. وروحوا جايبين المضرب بتاعنا وروحوا ضاربينه. خليكم معايا وشوفوا هيبقى شكله ايه اهو. ادي المضرب بتاعنا زي ما انتم شايفين. طبعا انا خايفه ان هو يعني يعمل في وشنا، فانا هعمله كده اهو. انزل بس انزلها كده. ماشي. وهنقوم ضاربينها، بس انا هضربها مع نفسي علشان خاطر الصوت بس ما يبقاش فيه ازعاج ليكم. ماشي، خليكم معايا وشوفوا انا هعمل ايه بعد كده. زي ما انتم شايفين اهو اهو. بصوا لونه، انا عايزاه يبقى لونه غامق، فانا هجيب اللون الاحمر اللي هو الصحي اللي هو ده اهو، وهنحط منه نقطتين زي ما انتم شايفين كده اهو. ماشي. ونضربوه اهو زي ما انتم شايفين. عايزين لونه احمر كمان، يبقى هنحط بردك نقطتين من اللون الاحمر اهو. خلاص. اهو زي ما انتم شايفينه اهو. دلوقتي بقى انا هعمل هاخده وهحطه في الفريزر، وبعد ساعتين هطلعه وشوف هيبقى شكله ايه بعد كده اهو. بعد ما طلعنا الجيلاتي بتاعتنا من الفريزر اهو، شايفين بسم الله ما شاء الله. طبعا انا عنديش البتاعه بتاعت الجيلاتي، فانا هطلع بس زي ما انتم شايفين كده، وهنروح حاطينها في الكاس بتاعنا. انا جايبه معلقه مدوره عشان اكنها يعني اهي اهو اهو زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله. دي الجيلاتي بتاعتنا اللي هي بالبطيخ زي ما عملناها باللبن البودر والكريم شانتيه. ماشي يا حبايبي، وتاكلوها بألف هنا وشفا. ونشوفكم في وصفه جديده باذن الله من منوعات ماما مها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.